يعني لو ما عنديش دبس الرمان مش هعرف اعمل السرفيز الحلو اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هعمله بمكون موجود في كل بيت، والطعم بقى في حتة تانية. كمان عملنا جنبها بطاطس بالطشة، ودي بقى لو ما جربتهاش يبقى فايتك كتير. وكمان الأكلة بتاعتنا النهاردة اقتصادية جدا، لأن السرفيز الحلو اللي انتوا شايفينه ده اتعمل بس من نص كيلو كبد فراخ. ما تيجوا نشوف ايه بديل دبس الرمان اللي استخدمناه في أكلة النهاردة. بس قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي نصلي ونسلم على رسولنا الكريم. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونقول بسم الله. اول حاجة عندي هنا نص كيلو من كبد الفراخ. جبتها غسلتها كويس قوي ونضفتها من اي تجمعات دموية موجودة فيها، وحطيتها على مصفى. بعدين نزلت عليها كده بعصير ليمونة كاملة عشان طبعا تشيل اي زفارة منها، وعطيتها تقليبة سريعة كده طبعا عشان ما تتهريش مني. بعد كده قصيتها بالمقص لقطع كبيرة، انا بستسهل المقص جدا. احسن بصراحة من السكينة بحسها بتهريها كده ومش بتخليها محافظة على شكلها ولا قوامها. عملت كده الكمية كلها زي ما انتوا شايفين، هركنها بقى على جنب. بعدين جبت بقى هنا 3 بصلات متوسطين، بدأت ان انا اقطعهم جوانح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جوانح رفيعة عادي جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه. تمام. أكلة سهلة جدا وسريعة، وكمان بتفتح النفس جدا، وكمان اقتصادية. تمام. عملت كده الكمية بتاعتي كلها. بعدين جبت كده صينية سخنتها كويس قوي على النار، وبعدين حطيت فيها شوية من الزيت، بعدين رشة من الملح. بعدين نزلت بالبصل بتاعي وبدأت ان انا اشوحه كده لغاية لما البصل بتاعي يتكرمل وياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي بقى ارفعه كده على طبق. تمام زي ما انتوا شايفين. ومكانه بقى هحط بقى شوية من الزيت تاني، والنار زي ما هي عالية عندي، وهبتدي انزل بالكبد بتاعتي المتقطعة زي ما انتوا شايفين. ومش هقلبها، هفردها بس كده في الصينية كويس قوي. والنار بتاعتي اهم حاجة تكون عالية جدا. بعدين اعطيتها كده رشة فلفل اسود، رشة كمون، رشة كزبرة ناشفة، حوالي نص معلقة من كل حاجة. واول كده ما تتشمع معايا ابتدي ان انا اقلبها بالراحة زي ما انتوا شايفين. تمام. اهم حاجة انها ما تجيبش المية بتاعتها عشان ما تنشفش مني وتبقى طعمها مش احسن حاجة. بعد كده ما اتشمعت تماما زي ما انتوا شايفين، هبتدي بقى انزل عليها بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم واقلب برضو بالراحة. بعدين هنزل كده بمعلقة كبيرة من هريسة الشطة، دي اللي عملناها مع بعض قبل كده في فيديو، عشان تبقى الكبدة بتاعتي كده مشطشطة وحلوة. واديها برضو تقليبة سريعة. بعدين كنت مقطعة بقى قرنين فلفل كده حامي او بارد زي ما تحبي، بس انا كنت عاملاه بارد. نزلت بيهم كده على الكبدة بتاعتي. وبعدين نزلت كمان بالبصل المكرمل بتاعي، وابتديت ان انا ادي كده تقليبة سريعة جدا للكبدة بتاعتي مع الخضار. نيجي بقى للبطل بتاع وصفتنا النهاردة، وهو بديل دبس الرمان، وهو 3 معالق كبار من العسل الاسود عليهم عصير ليمونة كاملة. هقلبهم كده مع بعض. بعدين قبل ما اطفي على الكبدة بتاعتي هنزل بيهم كده على الكبدة وهديها يدوب غلوة واحدة معاه، وبعدين اشيلها من على النار. تمام. هنحمر بقى شوية بطاطس ونعمل شوية بطاطس بالطشة جنب الأكلة بتاعتنا الحلوة دي. وبجد يعني سابوا الكبدة وقعدوا ياكلوا في البطاطس اللي بالطشة دي. في صينية كده سخنة على النار حطيت شوية من زيت قلي البطاطس، وبعدين نزلت معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وهشوحه لغاية لما يبتدي ياخد اللون الذهبي معايا زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هبتدي بقى انزل عليه بمعلقه صغيره من الكزبره الناشفه واشم ريحتها كده معايا. بعدين هنزل عليهم بربع كوبايه من الخل الابيض. والله بقى على الريحه، كانت ريحتها جباره. تقليبه بقى كده سريعه. بعدين هنزل بالطشه الحلوه دي على البطاطس المحمره بتاعتي واديها تقليبه كده سريعه في بعض، وكانت طعمها حقيقي حكايه. لو ما جربتيش البطاطس بالطشه يبقى فايتك كتير. اتمنى ان انتوا تجربوها بالطريقه دي. اساسا هيطلبوا منكم ان انتوا تعملوها دايما بالطريقة دي. عملناها كده بقى وقدمنا الكبدة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. حقيقي كان طعمها حلو جدا جدا، وكانت الكبدة حلوة كده ومش مفتلة ولا بتقف في الزور ولا ناشفة ولا مقددة. كمان طعم العسل مع الليمون كان بالظبط عاتي طعم دبس الرمان.
يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة ولايك وشير كتير. بحبكم جدا جدا في الله. مع السلامة.